الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ومين قال لك ان انا عايز ميه بملح؟ انا مش عايز حاجه، وعشان تاخدي التقيله انا هتجوز عليك بصراحه كده. ايه؟ تتجوز عليا؟ ليه عملت لك ايه عشان تتجوز عليا بعد ده كله؟ ده انا متحمله منك كل حاجه وشتمتك وتهزيئك فيا. دي جزاتي. طب انا هقول لك ليه عايز اتجوز عليك. عشان خاطر الصعايده اللي زي حالاتي عاوزين يخلفوا لهم عيل في الوقت البدري، عشان خاطر احنا بالعربي كده هنحبوا العزوه. وانت ليكي سنه معايا ديكي وما خلفتيش، فبصراحه هتجوز عشان اخلف لي حته عيل، وده اللي عندك. واديك قلت ده هي سنه، في ايه؟ الناس بتقعد بال15 سنه عبال ما بيخلفوا، وانا قلت لك اكتر من مره تعالوا نروح للدكتور ونشوف العيب في مين. انت اللي مش راضي وتيجي تحكم عليا دلوقتي ان انت عايز تتجوز. ايوه هتجوز، وخلاص خدت القرار في دماغي ومش هتنازل عنه، واتكلمت مع اهل العروسه الجديده وكلها يومين وهنروح نكتبوا كتب الكتاب، وخلاص على كده ما تحكيش معاي تاني. لا، الكلام ده مش من دماغك، انت اكيد حد بيلف ورا راسك. انا عملت لك ايه عشان تتجوز عليا؟ وانا مش قابله بالكلام ده على فكره. انا هتصل بابويا ويجي لي النهارده ونشوف حل في الموضوع ده. انا مش قاعده لك في البيت ده ولا دقيقه بعد النهارده. والله تجيبي ابوك تجيبي اخواتك مش هيغيروا شيء برضه. انا خدت القرار زي ما قلت لك ومش هنتنازل عن اللي في دماغي. انا هكلم ابويا يجيلي. الو، ايه يا بابا؟ بعيط يا بابا، مفيش حاجه، انا عايزاك تجيلي دلوقتي. لما تيجي بس هتعرف كل حاجه. ماشي يا بابا، انا مستنياك. سلام. هو يجي لك بقى يتصرف معاك. تعالى يا ابويا. مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مد يد عليكي؟ على العموم انا جبت اخوه معاي عشان نعرف كل شيء. اقعد يا عم الحاج واهدي وشوف الموضوع. انتوا خليتوا فيها قعاد زي بعض يا عم الحاج، بس اقعد. ايه يا بنتي؟ شفت هيثم يا بابا؟ شفت عايز يعمل فيا ايه؟ عايز يكسر قلبي وعايز يتجوز عليا. وفي هي يا حنان لما اخويا يتجوز عليك الشرع محلل 4. واه، انت جاي تحل ولا جاي تربط؟ انا مع الحق يا عم عيسي، خلي اخويا يلقى له عيل في النواره، مالي سنه متجوز. نورت يا حاج. الحقت حالا بسرعه تكلم ابوك. اه يا هيثم، جايبه لك ابويا عشان يجي يشوف اللي انت عايز تعمله، وكمان اخوك واقف في صفك وبيشجعك. ماشي، بس اخويا هيقول الصح. هو انا هنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ ده انا هتجوز عشان خاطر اخلف لها هبابه عيل في الوقت البدري. اسمع يا عم الحاج، كل اللي فيه ان انا عاوز نخلف لها هبابه عيل زي ما قلت لك. وبصراحه انا وبنتك متجوزين لنا سنه ولسه ما خلفناش، وبصراحه حتى القريب دلوقتي هيعايرك. ايوه هيعايرك بقله الخلفه. طب انت مستعجل ليه يا ولدي؟ لسه ربك مرضش، ولما ربنا هيريد هيديك. في ناس بتغيب بال20 سنه ما تخلفش وبعد كده ربنا بيديهم. مستعجل ليه؟ ده انت بقالك سنه. يا حاج لينا سنه صابرين نحني، وبعدين بنتك طولت في الخلفه، واللي ما يعمله اخويا ده صح. عم عيسى، الحديث معايا خلص وهتجوز، يعني هتجوز. ولو مش عاجبك كلامي ادلكت بنتك خدها معاك. اخر كلامك ده يا هيثم؟ ايوه. قومي بينا يا بنتي. حنان يا بنت مالك؟ حنان حنان، ايه اللي حصل؟ طب دقيقة هرن على دكتور او دكتورة. الو،
الحقينا بالله عليك يا دكتوره. معانا حاله تعبانه بس. خلاص ماشي ماشي، في انتظارك. الدكتوره جايه في الطريق، دخلوها جوا على ما تيجي الدكتوره. حقين يا دكتوره. السلام عليكم. خير سلام يا ورحمه الله وبركاته. بنتي واقعه وتعبانه، تعالي شوفيها. خشي خشي. تفضلي يا دكتوره، تفضلي. تعالي تعالي تفضلي خشي. ما تقلقش يا ود ابوي، لما تقوم من العيا اللي هي فيه ابقى طلقها واتجوز عليه. هي الحريم كده يا ود ابوي، ما تتلعبها، اتجوز عليها وفوق. مبروك يا جماعة، المدام حامل. بجد يا دكتوره؟ أيوة بجد، هي محتاجة شوية راحة، كتبت لها شوية علاج تجيبهم لها وهتبقى إن شاء الله تمام. شكرا يا دكتوره، بجد فرحتيني وتعبناكي معانا. شكرا على واجب. ماشي. يا ولدي مش قلت لك اصبر؟ شفت حكمة ربنا؟ اللي بيصبر ربنا بيديه، واهم حاجة تكون راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى يديهولك. ما تتسرعش وما تسمحش كلام حد، وتمشيش ورا كلام اخوك ولا كلام اي حد. احمد ربنا ان هي جاتك ده، عشان ربنا بيحبك، عشان انت من جواك انسان كويس، بس ودانك بترميها لأي حد. عندك حق يا عم عيسى، فعلا اللي هيصبر ربك هيديه. بس أنا كنت متسرع شوي، وياما ناس فعلا يا عم عيسى صبرت بال10 سنين وال15 سنة، وفي الآخر ربك بحكمته رزقهم، وبدل العيل 2 و3 و4. احنا المفروض الواحد فعلا يصبر يصبر، وربك هيعوضه خير. وها زي ما انت شوف، كنت هتجوز بس خلاص انا تراجعت يا عم عيسى عشان خاطر ربنا كرمنا. وارجع واقول لك، هي الحكايه عايزه صبر بصراحه، ودلوقتي انا اقتنعت باللي كنت تقوله لي الاول، فالحمد لله على كل حال. يا ولدي اللي هيصبر هينول، ودي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. على العموم قوم شوف مرتك وراضيها، وانا هتكل على الله اروح. ماشي يا عم عيسى، شرفت. ما تزعلش مني لو انا حبيبي زعلت لك ولا حاجه. خلي بالك من بنتي وحطها في عينيك الاثنين. حاضر. سلام يا ولدي. ماشي يا عم عيسى. واه يا ولد ابوي، وعمال تزن على وداني وتقول لي اتجوز اتجوز. اتاري الموضوع موضوع صبر. ليه كده يا ولد ابوي بس عايز تخرب بيتي؟ ليه؟ ما كنت عاوز اديك اخت مرتي يا اخي. اخت مرتك؟ طب وتخرب بيتي انا بالزن على ودني؟ اتجوز عشان تخلف، اتجوز. مالك سنه ما جبتش هفه عيل. يوم ربك راد هاو وكسرش بخاطري وعوضني بعد صبري. قوم يا ولد ابوي، شوف حالك برا بعيد عني. خليك انت على كده. روح يا راجل. وي انتي عاوز تخرب بيتي وعمال تفتن في ودني ليه يا اخي؟ ليه بس كده؟ اهلا 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 يا ام حمزه، تفضلي. اهو كده الحديث. الحمد لله، بعد الصبر جبر، وربنا كرمني. بس عايزك تراعي لصحتك اليومين دول. عاوز اطمن على الواد لحد ما يوصل هنا ويجي بالسلامه. شفت يا هيثم اللي بيصبر بينول ازاي؟ قلت لك اصبر، ودي ربنا كرمنا اهو. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. كنت هتخرب بيتنا يا هيثم، ونسيت كل الحب اللي كان بينا زمان، ونسيت الايام الحلوه اللي كانت بينا، وكنت هتضيع ده كله عشان ايه؟ عشان اخوك كان بيوسوس في ودنك. انا سمعت كل حاجه يا هيثم على فكره، وعرفت انت كنت بتعمل كده ليه. بس مش مهم، اهو شيطان وخرج من حياتنا. بس الحمد لله ان احنا بقينا مع بعض. الحمد لله. الحمد لله يا هيثم. هو فعلا اللي يمشي ورا كلام الناس بيته هيتخرب، والفتنه يكفيك شرها. يقعدوا يزنوا على وداني يزنوا يخلوك تمشي من غير عقل، فالحمد لله انها سترت. الحمد لله. وقومي طب حضر لنا لقمه، ولا اقول لك دقيقه، ده انا هبعت لاختي تيجي تطبخ لنا نهاردي عشان انت ترتاحي شوي، وهروح اصح اجيب لك العلاج.
ماشي يا حبيبي. الحمد لله يا رب انك كرمتنا وبيتي ما اتخربش، عشان انا بحب جوزي والله. الحمد لله، الف حمد وشكر لله.